ويونس بيجري عليها، والدكاترة بيجروا عليها وبيشتلها يونس وبيدخلها على السرير، والدكتور بيحاول يفوقها، ويونس واقف قلقان وحاسس انه مش قادر يعمل حاجة، عاجز من كل الجوانب، متعمم مؤثر فيه جدا، بس في نفس الوقت لازم يفضل متماسك علشان روح، لازم يحاول يكتم وجعه وزعله علشان ما ينهارش، لازم يحاول يفضل قوي علشان يقدر يخفف عنها وجعها. لكن مهما كان الأب ما يتعوضش، وفراقه وخسارته بيكسر الظهر وبيعمل شرخ في القلب ووجع مش بيتنسى. يا مالها يا دكتور؟ اتعرضت لصدمة عصبية، والحل يا دكتور انا اديتها مهدئ، بس لازم تفضل جنبها لانها ممكن توصل لاكتئاب والانتحار لا قدر الله. المريض في الوقت ده بيزهد الدنيا وبيكرهها. طيب شكرا يا دكتور. ودخل يونس لروح، ويونس قعد جنبها على السرير وهي كانت نايمة. روح حبيبتي، عارف انك بتمر بوقت صعب، عارف ان قلبك مكسور وحاسه ان الدنيا سودة، وعارف اني مهما عملت عمر ما اعوض عمي بدر، ومهما كنت حنين عمر ما هكون في حنيته، بس هحاول. مش هقولك ما تزعليش، ان زعلي عيطي، طلعي كل الطاقة السلبية اللي جواكي، طلعي كل مشاعر الحزن والقلق ونتشاركها، لان الشيلة هتبقى تقيلة قوي عليكي لوحدك. وبيبص وهو بيتنهد، وعارف ان روح القديمة علشان ترجع عايزة وقت كبير، عارف ان روحها تنطفي، واللي من نوعية روح لما بينطفوا بيحتاجوا وقت كبير علشان يرجعوا لطبيعتهم، او ممكن ما يرجعوش. وبيقاطع تفكير صوت أنينها وهي نايمة بتعيط، حتى عقلها مش راضي يرتاح من التفكير، وبياخدها يونس في حضنه وبيطبطب عليها وبتهدى، والنهار بيطلع وبتكون الساعة 6، وفي الصعيد كرم بيكلم كريمة في التليفون. صباح الفل. صباح الخير يا كرم. كلها 6 أيام وتبقى حرم كرم. لاقى والله. أيوه بحبك يا كريمة، يا أحلى من الدنيا تسيب الكريمة. إن شاء الله يخليك. مستعجل قوي، هبقى أسعد راجل في الدنيا وانت معايا ومنورة بيتي. ربنا يكرمك. عارفة فضلت امبارح طول الليل أفكر هنسمي ولادنا إيه وهنربيهم كيف. ربنا يسعدك. واه إيه؟ ربنا يسعدك، ربنا يخليك، ربنا يكرمك. إيه يا كريمة، ما عندكيش رد تاني غيرهم ولا إيه؟ كيف؟ عندي. إيه؟ ربنا يعزك. وكرم سكت، اللي هيجيله سكتة قلبية، وبعد 3 ساعات بتفتح روح عينيها بتلاقي يونس مبتسم. أنا حلمت حلم وحش قوي. حلم إيه؟ حلم إن أنا مش هقول، بيقولوا لما بتحلم حلم وحش ما تفسروش علشان ما يحصلش. وبتقوم روح وبتبص حواليها، ويونس بيحاول يداري حزنه. هو احنا فين؟ في المستشفى. يبقى ما كانش حلم، يبقى ما كانش حلم. وبيحضنها يونس. هو راح مكان أحسن، انت تكره يبقى كويس. هو ارتاح من الدنيا وتعبها وألمها وصراعاتها اللي مش بتنتهي، وراح للجنة ونعيمها للعدل. وروح بتعيط بانهيار. ما طلعش حلم، طلع كابوس. يا رب اصحى منه. انا هغمض عيني وهفتح وهلاقي الدنيا تمام. اكيد انا بحلم لانه وعدني، وبابا عمره ما خلف وعده. هو وعدني مش هيسيبني لوحدي. مش هبقى يتيمة تاني. وفي الصعيد صوت صريخ وصويت، وكرم كان قريب من البيت وبيدخل في قلق، وبيلاقي شاكر قاعد في المنظرة وموطي وشه للأرض، وكل اللي بيقوله لا إله إلا الله. والحريم بتولول. في إيه يا عمي؟ كفى الله الشر. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. في مين يا عمي؟ قلقتني. بدر أخوي. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وملامح وشه بتتغير. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الجامعة مصطفى. يوه نسيت تلفوني في البيت وأنا طالع من بدري. اصبر بقى لما تروح مرة واحدة. لا ممكن أبوي يحتاج حاجة وأنا أخوي مش هنا. خلاص روح هاته وتعالى على السريع، عندنا محاضرة الساعة 12. ماشي، هي لسه 10، مش هتأخر إن شاء الله. وبيركب عربيته وبيروح على البيت، وبيلاقي ناس كتير قدام بيتهم، ومصطفى كان خايف وقلقان. وقف واحد ما يعرفوش. هو في ايه؟ بيقولوا في واحد ميت في البيت ده. انت بتقول ايه؟ وانا مالي؟ هو في ايه؟ وبيمشي مصطفى بالعربية بالراحة وهو حاسس ان اعصابه سايبة. بيبص على الناس اللي واقفين
وباين عليهم الحزن وعيونهم مدمعة، وبيقف العربية وبيسمع واحد بيسأل هو ده ابنه؟ وبيبص له وعيونه خلاص هتستسلم وعقله مشلول من التفكير، وبيدخل الجري على جوه، والناس واقفة مالية البيت والستات بتولول وصوت الصريخ مالي المكان، وبيخش المكتب مش بيلاقي حد. أبوي! وكان بيدور عليه في البيت وبيجري زي المجنون، وبيفتكر المنظرة بيجري عليها وحاسس ان رجله مش شايلاه، وبيدخل يلاقي ابوه قاعد في الوش وبدون ما يسأله وبيبوس ايده وحضنه حضن طويل وكأنه بيريح قلبه وبيبعد عنه. الحمد لله انك بخير، بس في ايه؟ عمك بدر تعيش انت؟ ايه؟ هو كده الموت بيصدم بيوجع القلب، بس لازم الكل يقتنع ان الدنيا فانية وان هي محطات وكل واحد محطته، مش مستاهلة نزعل من بعض، مش مستاهلة نتسابق على أذية بعض، مش مستاهلة أي حاجة. قربوا من اللي بتحبوهم، اجبروا بخاطرهم، انتوا مش ضامنين وجودهم، ممكن في لحظة ما تلاقوهمش معاكم وتندموا على الوقت اللي ضيعتوه. وبسمة بتكون ماشية في الشارع وبيجي واحد ضخم بيقف قدامها. عاوز ايه يا جماعة؟ جاي اطمن على مرتي. هي من دي؟ انت يا بسمتي. وبيحط ايده على وشها وبتشيلها بعصبية. بعد عني، بكرة جرب براحتي من كل حاجة. انت ايه مش بتحس؟ خبرتك اني بكرهك. بعد عني وسيبني في حالي. لا، انت بتاعت انا وبس، مع الوقت هتحبيني، اصلا اتحب قوي. وبيغمز لها باستفزاز وبتبص له بعصبية وبتسيبه وتمشي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ويونس شايل المحمل ومصطفى وكرم وواحد كمان، والكل ماشي بيوحد الله. وروح كانت مش بتتكلم وقاعدة مع الستات في البيت ومش حاسة بحاجة، وكريمة بتقعد جنبها البقاء لله. وروح بتبص لها. عم بدر الله يرحمه كان راجل طيب. وبتقوم روح وبتعيط بانهيار وبتطلع تجري وبتشوف ناس كتير جدا، جنازته كانت مالية الشارع، وبتخش وسط الناس وبتجري. بابا بدر، بابا بدر يا نمر. وبيدخلوا المقابر وبيحطوه على الأرض وبيشيلوه، وروح بتدخل وهي بتجري. لا وبتجري عليه وبتحضنه. لا انتوا مودينه فين؟ لا وحد الله يا بنتي، كده حرام، اكرام الميت دفنه. لا ما تاخدوش مني لا. ويونس قلبه بيتقطع عليها وبيقرب منها وبيمسكها، والرجالة بتشيله والشيخ واقف بيقرأ قرآن، وروح عمالة تضرب فيه وبتحاول تفك نفسها. بابا يا بدر، بابا ما تسيبنيش بابا. وبيدخلوا وبيقفلوا عليه وهي بتصوت وتعيط. سيبني يا يونس. وبيسيبها يونس وبتطلع تجري وبتحاول تفتح الباب، وبيروح يونس بيمسكها تاني. سيبني انا هدخله واقفل علينا سوا. بابا ارجوك ما تسيبنيش. طب سيبونا ادخله، بابا بيخاف من العتمة. والشيخ ادعي له يا بنتي بالرحمة، ما تعذبهوش، ترضى انه يتعذب. وبيسيبها يونس بعد ما لقاها بتتفاعل مع كلام الشيخ وبتقعد على الارض وهي بتعيط. اقرأي قرآن وادعي له، ده اللي هينفعه دلوقتي. وبتمسك روح المصحف وبتقعد قدامه وبتقرأ، والدموع نازلة على المصحف وشهقتها بتزيد. وشاكر كان مسنود على مصطفى وكرم، ويونس كان جنب روح وهو مش عارف يعمل ايه، يخفف عنها ازاي. ابوي 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 ابوي. وبيقوم يونس بيجري عليه بيلاقيه، ولسه اللي جاي تقيل مع نسمة ومحمد ملوش مثيل. معلش كان نكد، وكنت بعيط وانا بقول توقعاتكم ايه اللي حصل؟ يا ترى مصطفى بيزعق ليه؟ ويا ترى شاكر حصل له ايه؟ قولوا توقعاتكم وندعي كلنا لكل الموتى ونقول لهم ربنا يرحمكم ويرحم امي وابي وجميع موتى المسلمين. دمتم سالمين. نشوفكم وشكم في حلقة بكرة. سلام.